لذيذه جدا. الترايفل دي من الحاجات المنعشه قوي في الصيف والحر اللي احنا فيه ده. تحفه. طعم الكريمه مع الكيك مع الفاكهه في حته تانية خالص. لازم تجربوا الوصفه دي. تعالوا بقى نجهز الكريمه. هنحتاج كوبايه حليب 250 مللي. هنحط على الحليب 2 ظرف كريم شانتيه دريم بطعم الكريمه اللباني. تحفه الكريمه دي. بسم الله. الكريمه دي هي فيها السكر بتاعها، يعني مكتوب على الظرف ان هي محلاه، مش هنحط لها بقى سكر ومش هنحط لها اي اضافات، هو الحليب والباكت بتاع الظرف كده وخلاص بس. ونبدا بقى نضرب الكريمه. بسم الله. نقلب بس كده عشان ما يهبش ونبدا نضرب. بسم الله. افضل حاجه واحنا بنضرب الكريم شانتيه يكون الوعاء اللي احنا بنضرب فيه ده ساقع، وخصوصا لو الجو حر زي اليومين اللي احنا فيهم دول، ويكون كمان المضرب لو حطيناه في قلب البوله كمان عشان يسقع، ويكون اللبن طبعا ساقع اللي احنا بنضرب بيه. بس بصوا قوامها بيديني بقى قوام متماسك كده لما بتكون ساقعه، لكن لو الجو سخن لازم نحطها شويه في الفريزر او التلاجة تتماسك شويه عشان تديني القوام الحلو المتماسك اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى الكريمه ما شاء الله. حد كان بيسالني من يومين ان الكريمه ما بتمسكش ومش متماسكه. كريمه دريم بصراحه تحفه، جربوها تعجبكم جدا. نحط بقى الكريمه في كيس الحلواني. بسم الله. على الرغم ان الجو حر جدا حر يعني. كده الكيك والكريمه جاهزين. عملت شوية عصير مانجا بقى عشان نشرب بيهم الكيك. ممكن نشربها بحليب، نشربها بأي عصير فواكه موجود عندك في البيت. أنا خليتها عشان يبقى طعمها بقى مانجا فخليتها عصير مانجا. نبدأ في الأول بقى نحط أنا هعملها في كوبايات، وممكن نعملها في حاجة كبيرة، يعني ممكن تعملوها في طبق كبير كده. فأنا هعملها الأول في كوبايات. هحط في كل كوباية قطعة كيك كده. بسم الله. ونشرب بقى الكيك بعصير المانجا، ونحط فوقيها بقى وردات الكريمة. بسم الله. وفوق الكريمة بقى نحط فواكه مشكلة. انا هحط شوية مانجا على شوية تين برشومي على كم واحدة عنب اسود على كم واحدة عنب احمر، ونحط عليه طبقة كيك برضو. نحط اكتر من شريحة بقى، المهم ان احنا نعمل طبقة كده من الكيك اهو. ونحط عصير مانجا، نشربها كده بعصير المانجا. هحط بقى في الفراغات اللي باينة دي كده انها فاضية، هحط فيها كم واحدة عنب عشان تبقى باينة بقى ايه من الجناب. ونحط بقى طبقة كريمة. بسم الله. الله بقى الله. بصوا شكلها رهيب، شكلها تحفة حلوة. نكمل بقية الكوبايات بقى بالشكل ده. بصوا بقى انا بعشق الكريم شانتيه، فعلا كريم شانتيه دريم فوق كل حلو. بصوا الترايفل ده بيرمي كمية كبيرة جدا. عملت 6 كوبايات ولسه باقي عندي كيك وفاكهة وعصير. هضرب بس ظرفين كريمة كمان وهكمل كل الكمية دي في حاجة بقى كبيرة كده. اكمل في دي. بسم الله. نرص بقى الكيك كده. اشرب برضو الكيك بعصير المانجا. ونحط برضو فوقيها شوية فواكه. نحط برضو شوية تين كده. بسم الله. ونبين برضو على الحروف عشان اللي هياكل يبقى عارف السيرفيس ده فيه ايه او مكونات الترايفل ده ايه.
احط شويه عنب مش كتير عشان اسيب شويه على الوش. وطبقه كريمه حلوه بقى كده، بسم الله. بصوا كريمه دريم دي فوق كل حلو، كريم شانتيه دريم فوق كل حلو، هو اللي بيحليه اصلا يعني. اخر شويه كيك في الصينيه بقى هم، نحط عليهم برضو عصير مانجا، حط عليها بقى شويه مانجا حلوين كده، وزعهم حلو. طبقه الكريمه بقى اللي من فوق، الفوق كل حلو، كريم شانتيه فوق كل حلو، بيحلي الحلو. بقول اشعار. بس حلوه كده. احلى طبق ترايفل ده ولا ايه؟ بصوا شكل الطبقات تجنن بصراحه. لما بيكون في حاجه كبيره بقى كده بناخد منها كده من الجنب ونغرف في طبق، هوريكم دلوقتي. بصوا بقى الكوبايات شكلها وهم، بس الكوبايات بقى احنا عارفين يعني، هنمسك الكوبايه كده وناكل منها على طول، سهله دي يعني. الكوبايات حلوه في كده ان كل فرد هياخد كوبايه وياكل. نتعامل ازاي بقى مع الكبيره دي؟ هقول لكم. بنغرف منها بقى في كاسات كده او في اطباق غويطه شويه اللي هي بتاعه الخشاف والحاجات دي. بس بناخد بقى كده بسم الله، ناخد من الجنب بسم الله اهو، بتطلع فيها بقى الكيك بالكريمه بالفاكهه بكل الحاجات الجميله اللذيذه التحفه دي. بس وبنقدم بقى كده، واللي بيخلص بيجي ياخد تاني طبعا يعني. بنسيب المعلقه اللي احنا بنغرف بيها دي، واللي بيخلص بيجي ياخد تاني اهو. بصوا اهو، بس وده شكل الكاس اهو، تحفه بقى، لذيذه جدا. ترايفل دي من الحاجات المنعشه قوي في الصيف والحر اللي احنا فيه ده. تحفه، طعم الكريمه مع الكيك مع الفاكهه في حته تانيه خالص، حكايه لذيذه جدا. لازم تجربوها الوصفه دي. يلا يا ولاد، مين عايز تاني؟ يا ولاد. ايوه امهاتي. يلا يا مروان، دوق بقى وقول لي ايه رايك. تسلم ايدك. شايف الجمال؟ هاتي. يلا يا ولاد، مين عايز كمان؟ احلى حاجه ان هي خفيفه في الصوت ده. صح؟ حلو قوي في الحر اللي احنا فيه ده. ده حقيقي.